في الاحداث اللي فاتت معانا كنا شفنا لما بطلنا فينج راح لعند سونج والساحرات اللي معاه، ولما وصل فقدر ان هو يقتلهم بكل سهوله، ولكن اول ما سونج رجع للمدينه فكان قرر ان هو والساحرات لازم يهربوا ويروحوا المكان بعيد جدا عن فينج، وفعلا ده اللي كان حصل. وعشان كده ففينج كان عاوز يوصل لمكان سونج باي طريقه، وما لقاش قدامه غير اللي اسمها شوي هي اللي ممكن تدله على المكان ده، فكان عمل صفقه معاها واداها عصايه سحريه ذهبيه بسعر قليل مقابل بس ارشاده لمكان سونج. واثناء ما فينج كان ماشي في طريقه فكان لقى شجره عليها علامه، وشو بتقول له ان في كمان شجرتين عليهم نفس العلامه دي، فسونج بيمسح العلامات اللي موجوده وفجاه بيلاقي ان بيخرج له صندوق يشم، ومن الصندوق ده ففينج بيحصل على لعنه التفتح، وبيقرر ان هو لازم يطارد سونج لحد ما يوصل للمستوى العاشر، لان ساعتها هو هيقدر يستخرج قدراته للعالم الحقيقي، ولما يعمل كده فهيقدر يقتل سونج في الحقيقه وللابد. بنروح بقى في اللحظه دي لعند الساحرات بتوع سونج واللي بيكونوا عمالين بيهاجموا وحش وبيقتلوه، وساعتها سونج بيتكلم وبيقول احنا كده اتحركنا مسافه كبيره جدا واكيد فينج مش هيقدر يوصل لهنا، وبيبقى متضايق عشان فينج قتله مرتين، فبياخد على نفسه وعد ان هو لازم ينتقم منه. وفجاه بنلاقي الساحره الضخمه دي بتيجي وبتعرف سونج ان في فريق تاني بيواجهه زعيم، بيعرف سونج ان الفريق ده يبقوا من معجبين جيافي. الساحره الضخمه بتتعصب هي وباقي الساحرات وكلهم بيزعقوا وبيقولوا احنا لازم نقتل اتباع جيافي عشان نحاول نبقى احنا اللي في القمه. في الوقت ده اعضاء الفريق التاني بيكونوا مبسوطين اساسا لانهم بيبقوا حاسبين ان الساحرات جايين يدعموهم، فقائد الفريق بيتكلم وبيقول الزعيم اصلا قرب ان هو يموت. بس هنا العملاقه بتيجي وبتضرب القائد بعصايتها في نص راسه بقوه رهيبه وبترزع راسه في الارض وبتسحقها. اعضاء الفريق كلهم بيتفاجئوا وبيقولوا هو ايه اللي الساحرات بيعملوه دلوقتي ده، فالساحره العملاقه بتقف بشكل مرعب مع اللي معاها وبتقول ان دي تبقى هي نهايه معجبين جيافي. بترد عليها لاعبه الفريق التاني وبتقول لها انا معرفش مين جيافي اللي بتتكلمي عليه ده اساسا، لكن في نفس اللحظه هي بتتفاجئ بسهمين، واحد بيخترق عينها والتاني بيدخل من بقها، وطبعا هي بتتصاب بالسم. بيصرخ صاحب اللي اتصابت دي باسمها، وساعتها رامية السهام بتكون فرحانه وبتمدح سونج وبتقول دلوقتي احنا هنقضي على كل الخصوم، واصحابها بيفضلوا يهتفوا معاها. وبعد كده كلهم بيهجموا مع بعض مره واحده، فالوحش والفريق التاني بيترعبوا جامد وبيتصابوا بالهجمات وبتحصل انفجارات ضخمه جدا وكلهم بيموتوا. بيوقف سونج قدام الارواح دي كلها وبيشكر الساحرات على اللي عملوه وبيقول اعدائي كانوا عاملين كمين ومن الواضح ان هم كانوا بيخططوا يقتلوني دلوقتي، بس الساحرات بيقولوا لسونج انت مش لازم تشكرنا، وبيفضلوا يهتفوا وبيتجمعوا حواليه وهم عمالين بيحتفلوا بالانتصار. ولكن فرحتهم ما بتكملش لان في الوقت ده بطلنا فينج خلاص بيكون وصل لمكان قريب جدا من عند سونج، فبيبص عليه هو والساحرات وبسرعه ما بيستناش وبيستخدم مهاره التلاشي وبيختفي من المكان. وبعد لحظه فينج بيقرب من سونج وبيقول له انت ميت. سونج واتباعه بيتفاجئوا جدا وبيكونوا مرعوبين بسبب قدوم فينج للمكان. بيحاول سونج ان هو يبص على فينج، بس في نفس اللحظه فينج بيطير رقبه سونج والساحرات بيفضلوا يصرخوا باسم سونج وهم بيعيطوا. بيفضل فينج زي ما هو واقف جنب جثه سونج وبيقوم جاي مفعل عليها لعنه التفتح، بتخرج زهره حمراء من رقبه سونج، وساعتها كل الساحرات بيتعجبوا وبيسالوا عن ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي. بيرجع سونج للمدينة وبيكون في قمة غضبه من ان فينج موته، وبيقول لنفسه اكيد حاكم الظل ده مستهدفني عشان غيران مني، وبيخمن ان ممكن حبيبة حاكم الظل تكون من المعجبين بتوعه. بيلاحظ سونج ان عمره قاعد ينقص كل شوية مع انه خلاص دلوقتي في المدينة، فبيسأل اذا كانت دي عقوبة بسبب موته اكتر من مرة ولا ايه. بعد كده بنلاقي الساحرات برضه بينتقلوا للمدينة بسبب موتهم، والساحرة الضخمة بتكلم سونج وبتقول له حاكم الظل استخدم مهارة على جثتك وخرجت زهرة حمراء منها. بيتفاجئ سونج وبيتضايق جامد لانه بيفهم ان حاكم الظل بيحاول دلوقتي يمتص عمره عشان يخلص منه للابد، فبيقرر سونج ان احسن حاجه بسرعه ان هو يخرج دلوقتي بدل ما حاكم الظل بالفعل يخلص عليه تماما. وقبل ما يخرج فهو بيعرف المعجبات بكده وانه هيروح يشتري شويه اعمار عشان يجيب بيهم معدات جديده. سونج بيكون متضايق قوي لسه وبيقول ان محدش هيهزمني من بعد اللي هيحصل، لان كمان انا معايا سلاح الفلوس اللي مش مع اي حد هنا يعني. خلونا نرجع مرة تانية بقى لعند بطلنا فينجو اللي بيبقى استخدم لعنة التفتح بتاعته على كل الجثث اللي موجودة، وبنشوف ان المكان كله بيبقى اتملى بالزهور الحمراء. وساعتها بيجي الفينج ان هو دلوقتي بقى قاتل من المستوى الرابع بسبب قتله اللاعبين كتير جدا، وعشان كده فعقوبة الموت بالنسبة له هتنقصه 96% من العمر الاجمالي اللي عنده. ما بيهتمش فينج كده لانه مش بيتأثر، وبينتبه ان اعمار فريق سونج تعتبر كبيرة قوي، وبيلاحظ ان هم سجلوا خروج من اللعبة دلوقتي عشان امتصاص عمر
عمرهم وقف. وفي الوقت ده بنلاقي بومة شوي بتبقى شايفة كل اللي بيحصل، وشوي بتشوف بعيون البومة وبتقول انا ما كنتش اعرف ان حاكم الظل مرعب جدا كده. بيبص فينج للبومة وبيروح سائل شوي اذا كان سونج سجل خروجه من اللعبة ولا ايه، فشوي بترد وبتعرفه ان سونج وكل المعجبين اساسا سجلوا خروجهم من اللعبة عشان خايفين. بيفهم فينج الكلام وبيطلب منها تبقى تبلغه لو سونج دخل تاني، وبيعرفها ان هو دلوقتي معاه مهارة سيف الحاكم المقدس لو كانت عاوزاها. بتنبسط شوي جدا وبتقول له ايوه طبعا انا عاوزاها، ففينج بيقول لها تمام استنيني بس لحد ما ارجع. بيرجع فينج فعلا لعند شوي للمدينة بالمهارة، وبيعرفها ان المهارة دي بتساوي 500 يوم لكنه ممكن يقلل السعر للنص مقابل شرط واحد. بترد شوي وبتقول له انا ما عنديش مشكلة لكني مستحيل ان انا اعمل اي حاجة غلط. ففينج بيستغرب من الكلام ده وبيقول لها انت فهمتي ايه، انا عاوزك بس تنضمي للفريق بتاعي كمعالجة. بتوافق شوي بس بتقول لفينج انت لو الفريق بتاعك ضعيف فانا هعرفك ان هو ضعيف وهسيبك، ولكن فينج بيطمنها ان هم اقوياء جدا وبيقول لها خلينا نكمل كلامنا دلوقتي. في الاثناء دي بنروح احنا لعند وانج واللي بنلاقيه بيضرب وحش على راسه بمطرقته بقوه رهيبه، فالوحش ده بيقع ميت على الارض. بيتكلم وانج وبيقول احنا اخيرا قدرنا نهزم الزعيم، وبيطلب من شياو انها تشيل السم من جسمه لان خلاص كل جسمه بينزف بسبب السم ده. شياو بتبقى قلقانه وبتسال ازاي تقدر تشيل السم، بس بعدها بتقول خلاص انا عارف. وهنا هي بتستخدم قوتها وبتطلب من الجميع انهم يتفرجوا عليها عشان تثبت نفسها، لكنها اساسا بتطلق هجوم التطهير بدل ما تشيل السم. فوانج بسرعه بيبعد عن الهجوم ده وهو متفاجئ جدا. الهجوم بيجي في شجره، فبيبص وانج هو وليه على الشجره وبيتفاجئوا انها بتتحرق بسبب الهجوم بتاع شياو. ساعتها شياو بتعتذر وبتقول انا اسفه اني ما خدتش بالي، بس وانج خلاص بيكون مات اساسا بسبب تاثير السم، واعضاء الفريق كالعاده بيتضايقوا منها جامد. بعد كده الكل بقى بيرجعوا للمدينه، وانج بيبقى في قمه عصبيته وبيكون عاوز يبدل شياو اساسا من الفريق، لكن المشكله ان كل الكهنه الكويسين راحوا لفرق تانية. اما بالنسبه لشياو فهي بتكون مبسوطه جامد عشان قدرت دلوقتي توصل للمستوى الرابع بدون اي مجهود حرفيا. وفي الوقت ده بنلاقي فينج بيبعت لوانج وبيقول له انا معايا ساحره وعندها تخصص في مهارات الكاهنه. بيتفاجئ وانج وبيقول لفينج طالما انت اللي بتوصيني عليها فانا متاكد انها هتكون كويسه. بيرد فينج عليه وبيطلب منه بس ان هو يجي عند فاير فلاي لان اللاعبين هنا قليلين يعتبر والفرص تعتبر كبيره. بيوافق وانج فورا وبيبص لشياو وهو مش عارف يقول لها ايه عشان تمشي من الفريق بتاعهم، فبيروح ضحك عليها وبيقول لها احنا دلوقتي هنروح لمدينه تانية لكن المدينه دي تعتبر خطيره جدا. شياو بتكون قلقانه وبتقول انا ازاي هتعامل مع الوحوش اللي هناك، بس اصلا اعضاء الفريق بيجروا وبيسيبوها وبيطلبوا منها انها تاخد بالها من نفسها وما تجيش وراهم. بتتضايق شياو جدا من الفريق وبتقول لنفسها يا ريتهم قالوا لي ان هم مش عاوزيني بدل الاعذار دي، وبتقرر انها تكلم فينج يمكن يساعدها. بيوصل بقى وانج لعند فاير فلاي فبيرحب بفينج وبيديله 800 يوم، وكمان بيعرفه ان في 500 يوم وهي اللي هتديهم له. بيتفاجئ فينج من يودي وبعدها بيعرف وانج وشوي على بعض. وفي الوقت ده في واحده بتتكلم وبتقول لوانج انا خلاص وصلت. اللاعبه دي بتكون هي نفسها يو، واللي بنعرف ان مهنتها بتبقى جلاد العداله. بيقدر فينج يتعرف عليها لانه كان عارفها في حياته السابقه اساسا، وبيتذكر انها كانت من فئه خفيه من تخصص فرسان التنين، وتعتبر واحده من اقوى 20 لاعب. بتسلم يو على فينج بقى وبترحب بيه، ففينج بيسلم عليها برضه، وبتبقى دي اول مره بالنسبه له يقابل لاعبه كانت اقوى منه في حياته السابقه. بعدها يو بتروح سأله فينج وبتقول له انت ازاي سرعه تقدمك تعتبر كبيره جدا كده، وبتقول له انا حاسه انك اصلا جاي من المستقبل بسبب المعرفه اللي عندك. بيحصل فينج الاول على 500 يوم منها وبيفتكر انها ما كانتش اصلا موجوده في فريق وانج، وحتى بيتذكر ان السلطات كانوا بيدوا لها الاعمار معاها عشان تخزنها وتحفظها بدل ما تضيع. بتخش يو بعدها في الموضوع بقى وبتقول لفينج انا مستعده ان انا اشتري منك اي معدات او مهارات انت عاوز تبيعها، وبتعرفه ان كل اعمار مدينه جيانج هاي موجوده في عهدتها هي، فبتساله اذا كان موافق على العرض ولا ايه. بيرد فينج وبيقول لها اتوقع ان التعاون معاكي هيكون مفيد جدا بالنسبه لي. فيو بتضحك وبتقول لفينج كويس ان انت طلعت ذكي، وفينج برضه بيكون مبسوط بوجودها لانها تعتبر من اهم الشخصيات وهتفيده جدا في المستقبل. بنرجع مرة تانية للعالم الحقيقي، وساعتها واحدة من المعجبات بتكون خايفة وبتعرف اصحابها ان لو عمرهم خلص في اللعبة فكده هيموتوا في الحقيقة برضه. المعجبات كلهم بيترعبوا جامد وبيقولوا انهم مدوا اساسا معظم عمرهم لسونج، وانهم يعني كانوا مفكرين ان كل اللي بيحصل ده لعبة مش اكتر، فبيخافوا جدا على نفسهم لانهم بالشكل ده غالبا هيموتوا. الساحرة الضخمة بتقلق حتى لانها دايما كانت في المقدمة ودلوقتي ما عادش متبقي ليها غير يوم واحد بس في اللعبة، لكنها مش بتبقى مقتنعة بموضوع الموت وبتقول ان الكلام ده مش حقيقي
الحقيقي، وبتعرفهم ان هي دلوقتي هتروح لسونج عشان يديها من الاعمار اللي بياخدها منهم. فبتلبس لبس عليه صورة سونج وبتطلع تجري عشان تبدا ان هي تدعمه. بنتوجه برضه في نفس العالم ده لعند شياو واللي بتكون لسه صاحيه وبتقول انا ما عدتش عارفه افرق ما بين الحقيقه واللعبه ابدا. بعدها بتفتح الموبايل وبتلاقي سعر بيع اليوم الواحد 15,000، فبتقول لنفسها انا كده اعتبر مليونيره لان انا معايا 200 يوم. بس هنا شياو بتتفاجأ من الاخبار لما بتلاقي ان اللي اسمه حاكم الظل قدر يقتل سونج 3 مرات، فبتعيط وبتقعد تشتم في حاكم الظل وبتقول ان كده سونج خلاص قرب ان هو يموت في الحقيقه. وبتتفاجأ من القوه الرهيبه اللي عند حاكم الظل لانه قدر يقتل سونج بالرغم من انه موجود وسط عدد كبير جدا من المعجبات. في الوقت ده الضخمه بتبعت لكل المعجبات وبتعرفهم ان سونج دلوقتي محتاج لحياتهم القابله للتداول، وبتقول للكل على مكان سونج وانه هيشتري اليوم منهم ب10,000. وساعتها بنلاقي ان بيتجمع عدد كبير جدا في الساحه عشان بس يدعموا سونج وما يموتش. بتنتبه شياو ان الساحه دي تعتبر قريبه، فبتجري وبتقرر ان هي تبيع كل العمر اللي معاها عشان بس تساعد سونج مش اكتر. اما بطلنا فينج بقى فبنلاقي ان هو لسه مقطع وحش جمبري وبيبقى معاه وحوش بحريه تانية، وساعتها فينج بيكون وصل لحد المستوى العاشر وبيحصل على 5 نقط سمات وبيفتح تطور المهنه. بتهني اللعبه فينج وقتها وبتقول له انت اول لاعب توصل للمستوى ده، وبتعرفه ان بعد وصول 7 كمان من مدينته الحقيقيه للمستوى العاشر فهيتفتح السفر لقاره الحكام المهجوره. بينزل حتى اعلان عالمي في اللعبه ان فينج هو اول واحد يوصل للمستوى العاشر، وطبعا الجميع لما بيشوفوا الاعلان ده بيندهشوا، وسكان الدول التانية بيغيروا جدا من فينج وبيكونوا عاوزين ان هم يتخطوه باي طريقه. في الوقت ده بقى بطلنا فينج بيطور مهاره الطعنه الخلفيه والضرر بتاعها بيزيد لحد 50%. بيبص فينج على عمره وبيبقى شايف ان هو يعتبر قليل، وبيبص برضه على سماته وبيقول انا كده هحتاج استنى 7 لاعبين عشان يوصلوا للمستوى العاشر، لان لما هم يوصلوا للمستوى العاشر فانا هقدر ان انا اروح لقريه الحكام المهجوره. بيقرر فينج دلوقتي بقى ان هو يرجع للواقع عشان بس يظبط شويه حاجات. ففورا فينج بيختفي من اللعبه وبيرجع وبنلاقي ان هو نايم على سريره وبيبدا يفوق. واول ما فينج بيفوق بيلاقي ظهر له رساله، والرساله دي بتساله اذا كان عاوز يستخرج المهارات بتاعته للواقع. بيوافق فينج طبعا، فبيجي له خانه استخراج المهنه والمهارات وغيرهم. بيستخرج فينج المهنه بتاعته، هنا بيتم الاستخراج وبنلاقي ان فينج بيتحوط بطاقه كبيره جدا وبيتم استهلاك 1000 يوم، لكن بيبقى في المستوى الاول بس. بعد كده فينج بيستخرج المستوى الثاني فبيتم استهلاك 2000 يوم وسماته بتتطور، وبعدها بيقول ان كده الدور جه على استخراج المهارات. بيلاقي فينج ان المهارات اللي عنده تعتبر باسعار مختلفه على حسب تصنيفها، فبيتم استخراجها باول رتبه ظهرت بيها الاول. وبعدها فينج بيستخرج مهاره التلاشي ب 900 يوم، وكمان بيستخرج السهم السام بحوالي 2300 يوم. وهنا بنلاقي الطاقه بتملى جسم فينج بالكامل بقى، واللي بيقول انا دلوقتي معايا 1200 يوم بس، واللي مش هيبقوا كافيين لاستخراج اي مهارات تانية. بعد كده فينج بيضم ايده بقوه فبنلاقي ان عروقه بتتنفخ وبيقف بكل ثقه وبيقول انا السمات بتاعتي خلتني اقدر اتخطى حدود البشر بالكامل، وبالشكل ده فانا هقدر ان انا اقتل سونج بكل سهوله سواء بمهاره التلاشي او بالسهم السام. بس قبل ما فينج يعمل حاجه هو بيبص في الاخبار الاول وبيلاقي فيها ان سونج بيشتري الاعمار بفلوسه الشخصيه عشان ينتقم لموته، وللسبب ده فينج بيقرر يروح له حالا. بس في الاثناء دي فينج بيلاقي موبايله عمال بيتهز اساسا، فبيبص وبيكتشف ان مديره باعت له رساله. المدير بيبقى عمال بيزعق لفينج وبيقول له انا عاوزك تستغل الفرصه وما ترفضش السيده. فينج بيقول على مديره ده ان هو مجنون، فبيرمي موبايله وبيقوم جاي مستخدم التلاشي وبيقول دلوقتي بالنسبه لي خلاص ما عادش في اي حاجه في الحياه ليها اي لازمه، لان بعد فتره قصيره جدا فالجميع هيعرفوا حقيقه اللعبه المجنونه دي ومحدش تاني هيهتم بالواقع اصلا. في الوقت ده الساحه بتتملى وكأن في حفله والاضواء بتشتغل، والمعجبات حتى بيفضلوا يهتفوا لسونج بكل حماس. ليزي هنا بتكون قاعده جنب سونج وبتقول له انا بعت حد عشان يحقق ويعرف ايه هي هويه حاكم الظل. فسونج بيتفاجئ وبيقول لليزي طب انت وصلت لايه؟ بترد ليزي عليه وبتقول له انا كل اللي عملته ان انا بعت حد لحاكم الظل عشان يديله عرض مستحيل ان هو يرفضه ابدا، والمفروض لما يجي يستلم الفلوس بتاعته فهو هيعرفه هويته واحنا هنعرف الهويه برضه. بتطمن سونج وبتقول له ما تقلقش انا هسلم لك حاكم الظل بنفسي عشان تقدر تتصرف معاه براحتك زي ما انت عايز. بيستغرب سونج وبيقول من الواضح ان الاشاعات طلعت صح، وفعلا ليزي بتغري اللاعبين بالفلوس وبتسيطر عليهم. وفي الوقت ده ليزي بتضحك وبتفتكر وهي رابطه اللاعبين وبتهددهم، وبتقول ان فريق سونج احسن لان كل اللي فيه مستعدين يضحوا بحياتهم عشانه. سونج بيكون عمال بيضحك برضه، بس فجاه في حد بيجي وبيزعق وبيطلب من كل اللي موجودين ان هم ما يبيعوش اعمارهم، لان لو عددهم وصل ل0 فهيموتوا
هيموتوا اصلا. بيسمعوا سونج وليزي الكلام ده وهم ساكتين، والراجل اللي بيتكلم بيتهمهم بانهم بيقتلوا الناس لانهم بينصبوا عليهم وبياخدوا اعمارهم، وان الناس يعني مساكين وما يعرفوش اصلا ان هم هيموتوا لما عمرهم يخلص. بيرد سونج على اللي اتكلم ده وبيقول انا توقعت ان في حد هيجي وهيعمل مشاكل، وبعدها بيقوم وبيمسك الميكروفون وبيرحب بكل اللي موجودين وبيعتذر لهم عشان فكرة شراء الاعمار مضايقاهم. المعجبات بيزعقوا وبيقولوا لسونج انت ما عملتش اي حاجة غلط فمفيش اي داعي انك تعتذر. فسونج بيرد وبيقول لهم انا ممتن جدا ليكم ومبسوط بالتعاون بتاعكم ده، لان التعاون ده اساسا هو اللي هيخلينا كلنا ننجو من اللعبة. وبيأكد لهم ان هو بيبذل كل جهده عشان يطور في اللعبة على قد ما يقدر وينقذ ناس اكتر، وبيفهمهم ان هو بس بيشتري الاعمار دلوقتي عشان يبقى قائد يقدر يحمي الجميع ويخليهم يعيشوا في سلام. وحتى بيبدأ ان هو يدمع وبيقول بس انا ما توقعتش ان ممكن اللي بعمله ده يضايق مجموعة من الناس. المعجبات كلهم بيعيطوا من كلام سونج، وسونج بيعتذر للمعجبات تاني، وساعتها العياط بتاعهم بيملى المكان وبيقولوا ان سونج ده طيب جدا. وبعد كده بينقلب المعجبات بقى على الشخص اللي كان بيعترض على بيع اعمارهم وبيبداوا ان هم يزعقوا له، والمعجبه الضخمه حتى بتحمسهم وبتقول محدش هنا يصدق الشائعات لانها مجرد لعبه اساسا ومستحيل اللعبه يعني تاثر على الواقع. بتبص شياو على الضخمه دي وبتكون مستغربه وبتقول هي طلعت فوق امتى كده. وبعدها الضخمه بتقول انا دلوقتي مستعده ان انا اضحي بحياتي عشان خاطر سونج بس، وحتى انا بقالي يوم واحد بس في عمري لكني هفضل ادعمه لاني بحبه. المعجبين كلهم بيقعدوا يصرخوا وبيقولوا انهم برضو معجبات بسونج، وبيقرروا ان هم هيدوا سونج كل اعمارهم الباقيه. في اللحظه دي سونج بيشكر الجميع وبيقول انا مقدر حبكم ليا، وبعدها بيبص للضخمه وبيشكرها وبيقول انا ممتن ان في حد زيك بيحبني الحب الرهيب ده. بتنبسط الضخمه جدا وبتقول الكلام ده يعتبر كافي بالنسبه لي عشان يخليني اموت. سونج بيكون بيدمع ولسه هيكمل كلامه بس فجاه في سهم بيجي وبيخترق راسه حرفيا. المعجبين هنا وشياو وليزي كلهم بيتنحوا من الصدمه، وملامح سونج حتى بتتجمد لان في ثقب ضخم بيبقى جه في راسه. وبعدها بنلاقي سونج بيقع على كتف الضخمه دي وبيكون خلاص بيفارق الحياه. بتبص الضخمه على سونج وهي مش مصدقه فبتقع على الارض وبتصرخ، في حين ان جثه سونج بتقع برضه وليزي بتقوم من مكانها من كتر الخضه. بتزعق الضخمه وبتسال ايه اللي حصل لسونج بالظبط، وفي الوقت ده كل المعجبات بيصرخوا وبيقولوا من الواضح ان خلاص سونج مات. بيجي الحرس وبياخدوا ليزي على طول وبيحاولوا ان هم يبعدوها لانهم بيعرفوا ان اكيد المكان كده يعتبر خطير، في حين ان الباقي كلهم بيقعدوا يعيطوا وبيجروا والمكان حرفيا بيتحول لفوضى. ليزي هنا بتكون لحظه ان في ضوء ظهر وقدر ان هو يخترق راس سونج، فبتستنتج ان دي مهارات من داخل اللعبه، وبتبدا تسال نفسها باستغراب ازاي حد يقدر يستخدم قدرات اللعبه كده في العالم الحقيقي. في الوقت ده ليزي بتكون وصلت لعند العربيه بتاعتها وبتبقى متاكده ان اكيد حاكم الظل هو الوحيد اللي ممكن يعمل فعل زي كده، لكن في نفس اللحظه بنلاقي ان بتنطلق صخره بتقدر تخترق راس ليزي وفورا بتنزف جامد وبتقع ميته على الارض وهي جنب الحراس. بالفعل بقى فينج هو اللي بيكون عمل كل ده، واللي بيبقى واقف بكل ثقه وهو مستخدم التلاشي بعد ما قتل اللي عاوز يموتهم. من اللحظه دي خبر موت سونج وليزي والتابعه الضخمه بينتشر في كل مكان، والشرطه بتعمل تقرير ان سبب موت الضحايا يفوق الطبيعه اساسا. شياو وقتها بتبقى راكبه العربيه بتاعتها وبتكون مصدومه جدا وبتقعد تعيط وبتقول انا مش مصدقه ابدا اللي حصل. بتتكلم صاحبه شياو وبتقول انا شاكه في حاكم الظل لان حتف الاسهم دي من المهارات بتاعته، وكمان هو كان قتل سونج قبل كده في اللعبه، بس برضه مش بتبقى مقتنعه وبتقول ان ازاي ممكن قدرات اللعبه خرجت للواقع كده. بتسكت شياو لثواني وبتبدا تفكر وهي مستغربه، وبتربط قتل حاكم الظل لسونج مرات كتيره وموت سونج في الواقع بقدرات قاتل، فبتتاكد بعد تحليل ان حاكم الظل هو فعلا القاتل، وبتقول لنفسها انا من اول دلوقتي حياتي ما عادش ليها اي طعم، وبتقرر انها تقرب من حاكم الظل عشان تكون اقوى وتتصرف. بتوقف شياو في الاثناء دي العربيه وبينزلوا منها، فصاحبتها بتحط ايدها على كتفها وبتسالها لو كانت كويسه ولا ايه. بتحاول شياو تحبس دموعها وبتقاوم، وبتقرر ان هدفها الاول والوحيد دلوقتي هو قتل حاكم الظل. في الوقت ده بقى فينج بطلنا بيبقى قاعد في مطعم وعمال بياكل، وبيقول ان تنفيذ المهارات في العالم الحقيقي طلع بيستهلك طاقه ومخليني جعان جدا. بعد كده بنلاقي الموبايل بتاعه بيعمل صوت رساله، فبيبص فينج وبيلاقي رساله من صاحبته واللي بتعرفه ان المدير بيقول ان هو لو ما جاش الشغل النهارده فهيطرد، وحتى المدير بيهدده ان هو مش هيديله مرتب اخر الشهر. فينج بيكون عارف اللي بيتكلموا دي واللي اسمها بيبقى يانج كويس، وبيقول عليها ان هي طيبه وحتى ضمها لنقابته بالرغم من انها ضعيفه. فبيرد فينج على يانج وبيقول لها انا مش هاممني الشغل ومهتم جدا باللعبه دلوقتي. بتستغرب يانج وبتندهش من كده وبتقول لفينج يبقى انت
انت خلاص اكيد بقيت غني بسبب بيعك للاعمار. بيفكر فينج شويه بقى وبيقول للاسف المشاكل اللي بتحصل لي دي كلها بسبب رئيسه مديري واللي هي اسمها شيشي، وشيشي دي فتعتبر سيده مش كويسه ابدا ودايما بتحب تعمل مشاكل للشباب الادنى منها في العمل، وحاليا فهي مستهدفه فينج عشان تضايقه يعني. وغير كده ففينج بيبقى عارف ان شيشي بتحب الاجانب، وفي حياته السابقه فهي كانت راحت لامريكا وانضمت لنقابه اجنبيه هناك، وكانت حتى عملت مشاكل كتيره جدا لنقابه فينج. وللسبب ده بقى فينج بيبقى عاوز ان هو يتخلص منها دلوقتي قبل ما تفكر اصلا انها تروح لامريكا، لانها لو راحت فهيكون من الصعب جدا على فينج ان هو يقتلها، وكمان هي اساسا تعتبر حلقه الوصل ما بين مسؤولين اشرار، وبموتها فحلقه الوصل دي هتتقطع. في الوقت ده بنلاقي ان شياو بترن على فينج، ففينج بيرد وفجاه شياو بتزعق له وبتقول له انا خلاص اشتريت بيت جديد ومش عاوزاك تزعجني تاني ولا حتى تكلمني. فينج مش بيكون فارق معاه وبيقول لها انت كمان ما ترنيش عليا ولا حتى تسالي عن المكان اللي انا بعيش فيه. وهنا بنلاقي ان شياو بتقطع كل علاقاتها بالفعل بفينج، وطبعا فينج بيوافق وبيقفل السكه في وشها، وبعدها بيطلع للشارع وبيقول انا محتاج ارجع تاني للعبه واتطور بسرعه قبل ما عدد اللي وصل للمستوى العاشر يزيدوا اكتر ويستخرجوا مهاراتهم للحقيقه، لان ساعتها لما ده يحصل فالعالم حرفيا هيدخل في حاله فوضى ضخمه. بنرجع مره تانية هنا بقى للعبه، وصاحبه شياو بتقول لها تعتذر لاخوها، لكن شياو بترفض وبتقول لها انا خلاص اشتريت بيت جديد ومش محتاجه فينج في اي حاجه. شانج بيكون معدي وقتها فبينده على شياو وبيديلها كتاب مهاره القتله اللي وعدها بيه، وبيقول لها ما تنسيش وعدك ليا بقى زي ما كنا متفقين. بتسمع شياو كلامه وبتقول له تمام ما تقلقش. وهنا شياو بتقول لوانج انا دلوقتي على فكره معايا كتاب للقتله، وبتطلب منه بس ان هو يعرف حاكم الظل ان هي ممكن تديله الكتاب ده ببلاش. بتفكر شياو شويه وبتقول لنفسها ان حاليا تشانج يعتبر لسه مفيد، فعشان كده انا هستغله على قد ما اقدر لحد ما تقرب اكتر من حاكم الظل، وبتقرر انها بس لما تقرب من حاكم الظل فتفضل تساعده بكل قوتها لحد ما يثق فيها ثقه عمياء، ولما تعمل كده فهتخليه يساعدها انها تكون اقوى، وبعدها في النهايه هتخونه وهتقتله. وحتى بتقعد تتخيل نفسها وهي بتعذبه وبتشيل عينه من مكانها وبتقتله. بس هنا اساسا وانج بيبعت للشاو رساله وبيحبط كل املها، وبيقول لها ان حاكم الظل مش عاوز المهاره دي اصلا، وبيطلب منها انها تبيعها احسن. خلونا بس نرجع بالزمن الاول كده شويه صغيرين، وتحديدا لما فينج بيبقى مستخدم التلاشي وماشي في الوادي القاحل، وفجاه وهو ماشي بيسمع صوت فريق بيقاتله. بيتحرك فينج ورا الصوت ده، ومن كلام الفريق بيبان ان هم بيعانوا جامد جدا، وفعلا ساعتها بيكون في وحش ماسك اسلحه والمحارب بيحاول يتصدى للهجوم، وبيطلب من صاحبه ان هو يهرب دلوقتي لان الوحش مستهدفه. بس للاسف صاحبه ده مش بيلحق يهرب وبيقول خلاص ان هو هيموت، وفعلا الوحش هنا بيهاجم اللاعب وبيكسر له درعه وبيقطعه الاشلاء. فينج بقى بيكون مراقب كل اللي بيحصل ده من ورا صخره، وبيقول ان ده هو وحش المفاصل الذهبي اللي من المستوى الثامن، وبيقول لنفسه حتى ان الوحش ده يعتبر مميز جدا لان هو عنده مضاد التخفي اللي من المستوى الثاني، وده معناه يعني ان تخفي فينج دلوقتي يعتبر ملوش اي لازمه قصاد الوحش. الوحش في الوقت ده بيزقر بصوت مرعب، وفي نفس اللحظه فينج بينطلق وبيستخدم ضربه الظل، فبسرعه الضوء بيقدر يصيب الوحش في اكتر من مكان وبيسبب له الاف الضرر. الموضوع مش بيكون سهل، وفينج بيقول ان الهجوم من خارج نطاق رؤيه الوحش ده يعتبر صعب جدا وحتى بيقلل الضرر، لكن بفضل تاثيرات المهارات اللي عندي فراس وقلب الوحش هم نقط الضعف بتاعته، واصابتهم هم بس فبتزود الضرر تقريبا 200%. وبيقول لنفسه اتوقع ان انا لازم اشكر ليه لانها كانت السبب في حصولي على المهاره دي من الاول. في الاثناء دي بقى روز بتبقى عماله بتراقب فينج وبتشوف قتاله، وبتتفاجئ بهجومه اللي قلل صحه الوحش بشكل كبير كده. بعدها فينج بيحدف سهم السم وبيقدر يصيب الوحش في نص راسه، فبنلاقي ان صحه الوحش بتقل حوالي 1700. بيشوف فينج ان سهم السم ما عادش مفيد قوي، وبيقرر ان هو لازم يبقى يطور وظيفته عشان التخفي يزيد ويكسب مهارات اقوى. وفجاه بنلاقي الوحش هنا بيقرب من فينج وبيبدا يهاجمه، فروز بتقلق على فينج وبتزعق له وبتقول له خد بالك بسرعه. بيركز فينج جامد، والوحش ده بيكون بيهاجم بكل الايادي، وفورا فينج بيتحرك بشكل اسرع وبيتفادى الهجمات كلها. روز واللي معاها كلهم بيتفاجئوا من السرعه اللي عند فينج، وبيقولوا ان هو بنفس سرعه الوحش تقريبا لكنه بيقدر يتفادى الهجمات بشكل مثالي. بس في الواقع فينج بيبقى بيعمل كل ده بسبب ان هو كان واجه الوحش مرات كتير جدا في حياته السابقه اصلا، وما كانش عارف يهزمه لفتره طويله، لحد ما اكتشف بعدين ان مش مهم استخدام القوه قدام الخصوم، بل المهم
المهم هو قراءة تحركاتهم. بيبدأ فينج يبص بحدة بقى للوحش، وبعدها بيستخدم ضربة الظل تاني فبيصيب الوحش، وبيقول ان قراءة تحركات الخصم خلاني من احسن 100 لاعب في العالم. بيبص الوحش لفينج وهو عمال بيتألم من الاصابات، وبنشوف ان صحته بتكون قلت خالص. ففينج بيتكلم وبيقول انا بالنسبة لي وحش سفينة الشبح كان اصعب بكتير من وحش المفاصل، وساعتها الوحش هنا بيحاول ان هو يهرب. في الوقت ده روز بتبقى مصدومة وبتقول انا مش مصدقة ان الوحش دلوقتي بيهرب من حاكم الظل، بس فينج اصلا مش بيسيبه وبيجري وراه، وفي خلال ثواني بيقدر يقطع رقبته عن طريق الخنجر اللي معاه. وبكده فينج بيحصل بقى على 7 نقط تطور، وبياخد برضه خبرة كويسة جدا. بيستخدم فينج زي ما احنا عارفين لما بيخلص اليد الجشعة، فبنلاقي الغنائم بتتضاعف مرتين ونقط التطور بيبقوا 28. وغير كده ففينج بيتفاجأ لانه بيبقى حصل على مهارة درع الضوء الاسود، واللي بفضلها فبيقدر يصنع طبقات من الحماية لمدة 8 ثواني، واللي لو اتكسرت فبيرجع بطبقة واحدة بس. بيفرح فينج قوي لان عن طريق الدرع والتفادي اللي موجودين عنده فهو مش هيخاف يواجه اي وحش قوي بعدين. بيقرر فينج ان هو يطور الدرع، فبنلاقي ان مدة تفعيل الطبقات بتزيد هي وفرصة زيادة عددهم برضه. وفي اللحظة دي فينج بيقول ان هو يقدر دلوقتي يستكشف المناطق العليا خلاص، وبعدها بيطور سهام السم 3 مرات، وبنلاقي ان ضرر المهارة بيتضاعف وفترة التهدئة بتوصل لحد 5 ثواني بس. وغير كده ففينج بيحصل على الوحش من القفازات القرمزية، واللي بتقدر تزود مقاومة العناصر عنده وكمان مقاومة الهجمات الجسدية. بيفرح فينج جدا بالمعدات اللي عززت دفاعاته دي كلها. وعلى الجهة التانية ولما فينج بيمشي روز وفريقها بيقعدوا يمدحوا فيه، وروز بتسأل فينج اذا كان معاه كتاب عاوز يبيعه ولا ايه. بيرد فينج عليها وبيعرفها ان معاه كتاب الكرة الجليدية ب 800 يوم، بس اصحاب روز بيقولوا ان الكتاب ده غالي جدا ومش لازم تشتريه. بيشرح لها فينج الكتاب وبيقول لها ان هو كتاب من المستوى السابع وبيقدر يزود الضرر 40%، والسعر اللي انا قلته ده يعتبر رخيص جدا عليه اساسا. فبتقتنع روز بالكلام وفورا بتشتريه، وهنا الصفقة بتتم معانا واعضاء الفريق بيودعوا فينج لما بيمشي فينج من المكان بقى، وبيكون عاوز ينزل اعلان عن حاجته لمعرفة اماكن الزعماء الذهبيين عشان يتطور بسرعة. بس فجأة وانج بيكلم فينج وبيقول له شياو عاوزة تديلك كتاب مهارة دلوقتي، بس فينج بيقول له مش لازم، الكتاب ده غالبا ملوش اي لازمة والاحسن ان هي تبيعه لحد غيري. بيسمع وانج كلامه وبيقول له تمام، وفينج هنا بيستنتج ان شياو شكلها بتعمل خطة عشان تحاول تنتقم لسونج. نرجع بقى تاني للوقت الحالي واللي فيه كان وانج بيعرف شياو ان فينج مش عاوز الكتاب بتاعها، ولما بيعرف شياو بكده ففينج بيرجع يكلم وانج وبيقول له انا عاوزك تستناني عشان عاوز ابيع لك حاجات. بيفرح وانج وبيقول له دي حاجة كويسة، لكنه بيقلق من شيء تاني وبيسأل فينج اذا كان هو فعلا اللي قتل سونج لانه شاكك فيه جدا. بيفكر فينج لثواني وبكل صراحة بيعترف ان هو فعلا اللي قتل سونج. فينج بيكون قال كده بقى لان بما ان وانج صديقه فهو كان عارف ان فينج ما كانش موجود في اللعبة وقت ما سونج مات، وللسبب ده فوانج اساسا فضل شاكك في فينج. بينصدم وانج بقى لما بيتأكد ومش بيكون عارف يتكلم ابدا، بس على طول فينج بيسأل وانج اذا كان ناوي يقبض عليه ولا ايه. وبعيدا عن كده فينج بيبقى قال لوانج الحقيقة لانه عارف ان وانج شغال في السلطات، فبالتالي يعني وانج هيقول للسلطات حقيقة استخراج المهارات من اللعبة، وبالشكل ده السلطات هيكونوا مستعدين بشكل كبير بقى للفوضى اللي هتحصل. بعد كده فينج بيرجع تاني للمدينة وبيقابل فريق وانج، وساعتها يو بتكلمه وبتسأله اذا كان فعلا اعترف بقتله لسونج. بيرد فينج وبيأكد لها، فيو بتقول له احنا كنا شاكين فيك اكتر واحد اساسا بسبب التصرفات بتاعتك. بيحاول فينج يشرح لهم وبيقول لهم ان سونج وليزي كانوا بيستغلوا البشر، وخصوصا ليزي لانها كانت بتخطف الناس عشان تجبرهم على طاعتها، وبيعرفهم يعني ان قتلهم ده يعتبر دفاع عن النفس ومش قتل شبه ما هم فاكرين. فينج اصلا بيبقى مطمن وعارف ان هم دلوقتي متعاونين معاه لانهم لسه ما يعرفوش هويته الحقيقيه، وبيبقى مقلق لان غالبا السلطات هيعتبروه مجرم، لكن بيتمنى ان الثقه دي تفضل ما بينهم موجوده دايما. بعد كده فينج بيخرج المعدات والمهارات البلاتينيه بقى اللي هو مش محتاجها كلها، وساعتها فريق وانج كله بيتفاجئ وبيسالوا اذا كان فينج قتل زعيم بلاتيني ولا ايه. بترد شوي وبتقول انا كنت شفت فينج بيفتح صندوق يشم قدامي مليان بمعدات بلاتينيه. ففينج بيروح ردد على شوي بطريقه لطيفه وبيقول لها لا انا كنت محظوظ بس مش اكتر. وقتها ليه بيبان عليها ان هي بتغير وبتقول لفينج انت ليه بتكلم شوي بالطريقه دي. ففينج بيروح قايل لها خلاص هكلمك بطريقه لطيفه انت كمان. وقتها ليه بتنبسط وبتقول له خلاص موافقه. في اللحظه دي وانج ويو بيتكلموا وبيقولوا ان الفرق بينهم وبين حاكم الظل يعتبر كبير جدا، وكمان حاكم الظل محظوظ لانه لقى صندوق يشم. بعد كده فينج بيبدا يعرفهم بقى اسعار المعدات والمهارات، وحتى هو بيعمل لهم خصم والاجمالي بيوصل لحد 16000 يوم. بينصدم وانج وبيقول ان السعر يعتبر مرعب، لكن
لكن يو بتوافق وبتقول ان السعر يبقى كويس جدا. فينج بيبقى شايف ان التكلفة دي ممكن تبقى ضخمة حتى على السلطات نفسهم، بس المهم بقى ان المعدات والمهارات دي هتخلي مدينة جيانج هاي يتطوروا بسرعة وهيتجنبوا مشاكل كتير جدا، والجميع هيبقوا خايفين اساسا انهم يواجهوا مدينة زي كده. بترجع يو هنا بقى تتكلم مع فينج وبتقول له انا عاوزاك تستعد لاننا هننقذ اللاعبين اللي ليزي اثرتهم، ومش هنعمل كده غير بمساعدة منك.